خد الخلاصة بقى في إن الزمالك هل يحق ليه ضم لاعب أجنبي جديد إلى صفوفه قبل غلق باب القيد الإفريقي في 28 فبراير، يعني بنهاية هذا الشهر، ولا مش من حقه، خاصة بعد ما ميشيلاك فسخ التعاقد من جانب واحد وسافر لبلاده وقال لك إن هو هيقدم شكوى في الفيفا ضد نادي الزمالك؟ إيه اللي هيحصل؟ من حق الزمالك إنه يأيد لعيب، بس ده بشرطين اتنين، ركز معايا في الحتة دي. الشرط الاولاني ان يكون اللعيب اللي الزمالك هيتعاقد معاه يكون لاعب فري. يعني ايه لاعب فري؟ ما يكونش متعاقد مع اي نادي، ممكن يكون محطوط على قوائم انتظار، يعني المهم ان هو مش مسجل مع اي نادي. الحاجه الثانيه ان يرفع الزمالك اسم مشلاك من على سيستم الانتقالات اللي هو TMS. وده بيترفع ازاي؟ لما بيتعاقد الزمالك مع اللاعب الجديد اللي هو هيجي فري، اللي بيبحث عنه لغايه دلوقتي وما تحددش اسماء، كلها مجرد اجتهادات. هيعمل ايه؟ هيجيب عقد اللاعب ده، وهيجيب ال الاقرار او الورقه اللي مضاها ميشيلاك وقال ان هو فسخ التعاقد مع نادي الزمالك، وبيقدمه للاتحاد المصري. الاتحاد المصري هيرفعه من الاتحاد الدولي، يرفعوا اسم ميشيلاك، ويقيد اللاعب اللي الزمالك هيتعاقد معاه. غير كده الزمالك مش هيقدر يتعاقد ولا اي لعيب.